ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما مبسوطين. يعني مبدئيا كده انا مش عارفه ابدا اقول ايه، بس هي الحاجه اللي انا حاساها واللي انا عارفاها ان انا عايزه ابدا بكلمه وحشتوني وحشتوني وحشتوني. بجد انتوا وحشتوني قوي قوي قوي. اخيرا نزلت فيديو بعد غياب طويل، يعني مش عارفه قد ايه، ما بعدش. بس بجد انتوا وحشتوني جدا 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 جدا، وعايزه ارغي معاكم كتير قوي قوي قوي. فتعالوا نفطر مع بعض الاول، فطار اللي كله بيتخن ده، وبعدين نبقى نرغي ونشوف بقى ايه كل حاجه. ما تنسونيش بقى بلايك اموره زيكم كده للفيديو، والكومنت السكر اللي يعني انا فعلا مفتقداه، والله بجد انا فعلا مفتقداه. فيلا بينا. اول حاجه في الفيديو ده مبدئيا كده، الفيديو ده كان قديم، كان متصور عندي على الموبايل وما كنتش ممنتجاه. هحكي لكم كل حاجه. المهم انا بدأت كده، كان عندي قطعة بيتزا، يعني كنا جايبين قبلها بيوم بيتزا. البيتزا دي اسمها بيتزا السلطان، حلوة جدا 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 يا جماعة، بالأمانة تحفة. ف يعني قلت يلا بقى مش مشكلة، يا حاجة مش صحية بقى نفطر بيها، بس تغيير يا جماعة احنا ايه. فالمهم طلعتها كده، قلت افطر بيها، سخنتها في الميكروويف. وحطيت معاها صوص الرانش اللي كنت بشاور لكم عليه، ده تحفة، ده بيتجاب معاها، اسمه صوص رانش، يجنن يا جماعة. وهما بيجيبوا معاها الكاتشب برضو من نفس المكان، يعني بيبقى باسم المكان. وبس كده فطرت الحمد لله، وقلنا نعمل مع بعض فنجان القهوة المتين بتاعنا. ناس كتير سألتني قبل كده، نيمو انت بتنسي تحطي سكر في القهوة؟ لا يا جماعة، انا بشربها سادة، انا بحب اشرب القهوة سادة، ولو فيها نقطة سكر صغنطوطة مستحيل ان انا احطها ببقي يعني. بصوا بقى وش القهوة عامل ازاي، اكيد وحشكم، اكيد وحشكم بجد، زي ما انا وحشني ان انا اتكلم معاكم فعلا. شربت بقى القهوة، وكان عندي ايه، كان عندي بطاية صغنطوطة كده. كنت عايزة ان انا يعني اتبلها. المقطع ده اتصور قبل ما انا اسوي البطة تقريبا بيومين. ليه بقى؟ انا لما بجيب البط بحب ان انا انقعه في الخلطة دي. الخلطة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية صغنطوطة من الخل، او نص كوباية عادية يعني، وبحط عليها كمان معلقتين كبار من السكر، وبنزل كده بكام عود قرفة. القرفة العيدان يعني، مش البودر، لان البودر بتبقى عارفين احيانا كده بتلزق في اللحم بتاع البطة، بتبقى مش ظريفة يعني، فالعيدان احلى. وكام فص فص ايه كام حباية فلفل اسود، اللي هو الحب. تمام. طبعا كنت غاسله البط كويس جدا، وبحط كمان شويه ملح. وطبعا هتنزلوا بقى بايه، تنزلوا بشويه عصير ليمون كده، وكمان لو عندكم برتقان حكايه بقى، بصوا حكايه. تعملوا البرتقان كده زي شرايح، وبعدين بتنزلوا بيه. المهم الخلطه دي بتعمل ايه يا نيمو؟ الخلطه دي انا بكون غاسله البط حلوه قوي قوي، زي ما انتوا عاوزين بقى، يعني عاوزين تغسلوها بالجنزبيل زي ما احنا متعودين بنغسل الطيور وكده بالجنزبيل، في كمان بالدقيق، بالفلفل الاسود، زي ما انتوا عايزين. وبعد كده ببتدي ان انا احطها في الخلطه دي. دي بقى بتعمل ايه؟ اولا هي بتدي نكهه حلوه للحم بتاع البط، يعني تيجي كده وانتي بتسوي البطايه وتيجي تاكليها فيها حاجه حلوه، عارفين اللي هو تاكلوا حاجه تقولوا فيكي حاجه حلوه. وبتبقى مختلفه. وفي نفس الوقت ميكس الخل مع السكر والكلام ده كله بيطري اللحم قوي بتاع البط، وبيخليه حلو يعني، فاهمني؟ وبيسرع كمان السوا بتاعه. وطبعا الملح علشان بتبقي حيقتي البطايه، يعني حيقتي اللحم. ليه ده كله؟ اهو انا اهو كنت مقطعه كمان الشرايح بتاعه البرتقال. ما عندكوش خلاص مفيش اي مشكله، الليمون يتعصر وحطيته بقشره، والبرتقال قطعته شرايح كده، بتديها يعني نكهه حلوه قوي. بصوا هي انا ابتديت بقى ان انا احطها. بصراحه ما لقيتش بوله كبيره، ولا لقيت طبق كبير، رحت نقعتها شويه. نقعتها في الحله دي يعني شويه، لحد ما غسلت البوله الكبيره اللي كانت عندي ما كانتش فاضيه، وبعدين رحت حطيتها فيها وغطيتها وسبتها في التلاجة. بتغطيها بقى وتسيبيها مثلا يوم يومين، يعني مش اكتر من كده، كده كفايه قوي علشان تشرب من التتبيله القمر دي، وتبقى اللحم بتاعها كده طري وحلو قوي. طيب بعد كده بقى هنسويها مع بعض ونشوف بنسويها ازاي. طبعا اللي عايز بقى يدخلها الفرن دايركت بيدخلها، اللي عايز، انا بصراحة كنت عايزة اسلقها علشان انا عايزة اخد منها شوربة. هي بتبقى تقيلة قوي، بس بتبقى حكاية لما بنسقي بيها
قولوا معايا المحشي، يا خرابي يا خرابي. فبصراحة دايما لما بعمل بط، حتى لو انا في نفس التوقيت ده مش هعمل محشي او حاجة، باخد كيس شوربة كده واسيبه في الفريزر شوية، يعني حتة لقمة بقى. وبعدين لما اجي اعمل محشي بسقيه بيها، بيبقى حلو قوي. المحشي لما بيتسقي بشوربة البط بيبقى اخر طعامه. بس كده. عايزه اقول لكم بقى انتوا وحشتوني، ويمكن انا زي ما قلت لكم الفيديو ده عندي من بدري، بس بصراحه مش عارفه. عارفين كده كان جاي لي حاجه اللي انا ولا عايزه اصور ولا عايزه امسك الحامل ولا عايزه افتح اصلا كاميرا الموبايل ولا عايزه اي حاجه خالص، ومش عارفه ليه. ف يعني خلينا كده في فيديو سريع ولذيذ مع بعض، والفيديو الجاي ابقى احكي لكم كل حاجه وكل التفاصيل. انا بس حبيت انزل لكم في فيديو خفيف، حتى انا طبعا في الفتره دي كلها عملت حاجات كتيره قوي في البيت، ونظفت ورتبت وعملت وغيرت ديكورات 3000 مره، بس زي ما قلت لكم ما كانش ليا نفس ان انا اصور، وما كانش في وقت ان انا اصور. فبصراحه يعني حبيت ان انا انزل بفيديو خفيف اطمنكم عليا واقول لكم تسلموا لي وما نحرمش منكم ومن سؤالكم. كلكم كلكم يا جماعه بجد، بالاسم واحده واحده. يعني علا بجد انا مش عارفه اقولك ايه، يعني انت فعلا ونعمه الاخت، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش من سؤالك ابدا. فانا حبيت اطمنكم عليا في فيديو خفيف، وان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي. المهم بصوا بقى يا بنات، بما اننا عملنا فشار في الحله دي، فعايزه اقول لكم على حاجه. انا كتير جدا 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 بيجي لي اسئله عن الحلل دي، حلوه ولا وحشه يا نيمو؟ انا كنت عامله لكم عنها ريفيو قبل كده لما اشتريتها، وكتير بقول ان هي حلوه. فبالمناسبه يعني وانا بعمل فيها الفشار، عايزه اقول لكم يعني طلعت الفشار ما فيهوش وحدايه شيطه ولا حاجه. طبعا كتير هيقولوا لي ايه يا ستي في ايه، ما هو الفشار اي حله بتعمله اوكي، بس لو الحله خفيفه او مثلا الحله من اللي هي بتحروق الاكل هتلاقوها حروقه الفشار بجد. يعني انا مش بقول لكم عشان هي تسوي فشار، لا، انا من خلال الفيديو يعني حبيت اقول لكم ان هو بجد طقم حلل يجنن، ما شاء الله ما شاء الله، حلوه قوي 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 لاي عروسه عايزه تجيبها، خفيفه على الايد، مش تقيله زي الحلل الجرانيت التانية. انا كنت عملت لكم من فتره كبيره على القناه ريفيو عن حلل نيو فليم، طبعا معروفه ومشهوره، تقيله جدا واتقشرت كلها مني، مع اني كنت جايباها من توليب وده المفروض المستورد بتاعه مش عارفه ايه، ما علينا، وكان اسعارها عاليه جدا. اتقشرت وتقيله قوي على ايدي، كانت كتير بتقع مني على الرخامه، كتير بتقع في الارض، لان هي بتبقى تقيله وهي فاضيه، فما بالكم وهي فيها الاكل. فالحلل دي حلوه جدا بالرغم ان هي خفيفه على الايد، سهله جدا جدا في الغسيل، بتسوي الاكل تسويه كده. تعالوا بقى كده اوريكم على حاجه. طبعا انتوا شفتوا معايا الكوبايتين اللي هم بتوع الفشار دي، الكوبايات الفشار دي، كوبايات الفشار دي العيال التوتو دي للعيال بس، انما احنا بقى انا وجوزي بصوا حلل فشار، بناكل في حلل فشار. هو ده الشغل يا جماعه، احنا ملناش احنا في كوبايات، احنا خلاص عملناها وصورنا بيها والولاد بيحبوا ياكلوا فيها، لكن انا احب اكل في الحاجات دي كده، اقعد كده افتح التلفزيون وانا وجوزي ونقعد بقى ايه ناكل في الفشار. قمر قمر قمر. تعالوا كلوا معايا. كمان من خلال الفيديو برضو حابه ارد على سؤال تاني دايما بيجيلي، ايه يا نيمو العلب الصفراء اللي انت على طول حطاها على الرخامه بتشوفوها معايا وانا بنضف الرخامه او بنعمل اكل او بصوا بقى يا بنات، العلب الصفراء دي دي اللي هي اسمها علبه الحلويات بتاعه تبر وير. علبه الحلويات الحاجات دي كلها تبر وير اهي، مش عارفه يعني، يا رب بس الاسم يطلع في الفيديو مش بيجي مظبوط. المهم علبه تبر وير، ودي برضو اسمها علبه الايه المخبوزات. طبعا اكيد اي بيت مش بيخلى بقى من المخبوزات والفرن، الحاجات بتاعه الفرن والكلام ده كله، فدي دايما تلاقوني حاطه فيها بقسماط، اي حاجه، اي مخبوزات بتعمل ايه بتحافظ عليها، مش بيجرى لها اي حاجه، مش بتطرى، طعمها مش بيغير. انا من النوع اللي بكره احط المخبوزات والحاجات بتاعه الفرن في اكياس على الرخامه، غير ان هي بتعمل دوشه، هي طعمها بيغير، بتلاقوا الطعم مش هو وبتلاقوها طريت والكلام ده كله. فدي على طول فيها ايه البقسماطات والكلام ده كله. دي بقى علبه الحلويات، عامله كيكه بقطعها واحطها هنا، اي حاجه، بصوا اي حلويات بحطها هنا بتبقى حلوه وبتحافظ عليها. يعني مثلا هي دلوقتي فيها ايه بواقي كده من الكوكيز، بصوا باقي حاجات بسيطه، معرفش اصلا مين اللي قاطم دي كده وسايبها صغنطوطه. المهم حتى هي قربت تخلص اهي. فعلى طول دايما هتشوفوا العلبتين دول معايا حلوين جدا وبيحافظوا على الحاجه، وزي
كمان في ناس على فكره بتستخدم العلبه دي في ان هم يحطوا فيها خضار يعني في التلاجة وكده، لانها بتحافظ عليه. خلاص هبقى اعمل لكم ريفيو عنها لوحدها. بس كده، ده السؤال برضو دايما بيتكرر معايا في الفيديوهات. بعد ما رديت على كل الاسئله القمر بتاعتكم، تعالوا بقى المقطع ده كان بعد ما احنا صورنا المقطع بتاع نقع البطه بيومين كده. ابتديت بقى ان انا اسويها. ايه ده يا نيمو؟ الطريقه المعتاده بتاعتنا اللي بنعملها في الفراخ، في البط، في اي حاجه، الخلطه بتاعت نيمو. الناس اللي متابعاني، وببتدي كده اشقق البطه واحطها فيها، بتدي طعم يجنن. في بقى مقطع اتحذف ان هي بعد ما اتسلقت عادي يا جماعه. جبت معلقتين صلصه ومعلقه زيت وفلفل اسود وشويه ملح، دهنتها ودخلتها خدت وش تحت الشوايه. بس مش عارفه المقطع راح فين، ولكن الحمد لله. عايزه بقى تسويها باي طريقه، هي ليها مليون طريقه. تعالوا بقى شوفوا احنا جبنا ايه. بقى شوفوا الحاجات القمر اللي انا جبتها. الحاجات دي جبتها من بيج على الفيسبوك، بجد حاجات تحفه، واحلى حاجه فيها ان انا اللي مختاره التصميم بتاعها. فتعالوا شوفوا قولوا لي رايكم. الكوشنز دي اول حاجه فيها عجبتني ان البيج بتعمل الماتيريال قطيفه. بصوا الخامه بتاعتها قطيفه حلوه جدا، فخامتها حلوه. انا شفت في الاسواق كتير يعني اونلاين وكده حاجات مش حلوه، بتبقى حاجه قماش خفيف قوي يعني عامه، فما كانش بيبقى حلو ومش عملي. فدي اول حاجه عجبتني الخامه. تاني حاجه ان الميزه ان انا بختار الديزاين اللي انا عايزاه وببعت صوره وهم بيطبعوه لي على الكوشنز. يعني دي حاجات ما كانتش عندهم اصلا على الصفحه. انا نزلت الصور دي من بنترست وابتديت ان انا ابعت لهم الصور ويطبعوها لي. اكتر برضو حاجه كانت عجباني في الكوشنز دي ان هي وشين. طبعا كلنا عارفين اي كوشنز تبقى عباره عن ايه. ممكن الوش مثلا الشكل ده والظهر نفس الشكل، او الوش بيبقى شكل والظهر ساده، ده المعتاد يعني. الجديد بقى ان انا قلت لها ينفع تطبعي لي الوش حاجه والظهر حاجه، فقالت لي تمام مفيش مشكله. ابتديت اختار الصور. بصوا بقى اخترت الصور ازاي. كنت بختار صورة للوش بتاع الكوشنز وصورة تليق عليها للوش بتاع للظهر بتاع الكوشنز، بحيث يبقوا ماتشنج مع بعض. عشان لو عايزه احطهم يعني على الوش ده على الوش ده، تمام، احس ان انا جايبه طقمين. يعني هفرجكم وهقول لكم ازاي. اول حاجه الكوشنز القمر دي، بصوا قمر قمر قمر، مكتوب عليها هوم، ويعني الاو بتاعت هوم فيها اللي هو السنو مان ده، وفيها الكارول النبيتي. انا اعتمدت على الكارول النبيتي علشان انا عندي ديكورات نبيتي، وعشان بقى الكارول النبيتي وكده حاجه خاصه بالشتاء، فهيبقى ديكور حلو قوي. طيب ايه يا نيمو اللي عملتيه في الظهر؟ انا كده ده الوش اهو شايفينه. بصوا بقى عملت الشكل المسكر ده. الماتشنج كان ازاي؟ ان هنا الكارو اهو كارون بيتي في اسود، وده كارون بيتي في اسود، فعارفين اللي هو مفيش اختلاف. يعني دايما لما تيجوا تعملوا كوشنز الوش صوره والظهر صوره، لازم تربطوا بينهم، يبقى في ماتشنج بينهم، بحيث لو حد قاعد على الانتريه او على الركنه ومسكها كده شاف الوش والظهر، نحس ان في ماتشنج، مش مثلا صوره من الشرق وصوره من الغرب وملهمش علاقه ببعض، لا. فده كان الظهر اهو. بصوا حاجه بقى خاصه بالشتاء وقمر، والصوره دي يعني ترندي كده. بصوا هي العربيه دي وفيها الشجره دي اهي، فبجد بصوا بقى السكر. دي التانية كارو نبيتي، طبعا ربطت بينهم كلهم يكون فيهم الكارو. فمثلا دي اهي كارون بيتي في اسود، ودي كمان كارون بيتي في اسود. دي عباره عن اللي هي علامات التلج. بصوا قمر قمر قمر. عملته بقى ابيض. انا عامله معتمده على ان انا عامله في الكوشنز كلهم ظهر كله كارو، والظهر التاني ساده وفي حاجه كارو. تمام كده مركزين معايا. فعملتها الكارو الاسود في ابيض ده، اسود في جراي حاجه كده يعني، وفيها الصوره المسكره دي. بصوا الظهر برضو عملته الارضيه ابيض وفيها الكارو الاسود في ابيض مع الكارو النبيتي في اسود. بصوا بقى ماتشنج كده بين الكوشنز كلها حلوه قوي، فيها بقى الكور دي، فبجد حاجات حلوه. بصوا بقى دي اخر كوشنز معايا، اللي هو سنو مان ده لوحده على الرسمه الكارو دي اللي هي الاسود في البيتي برضو. تمام. بصوا بقى الصوره دي ترندي ومكسره بنترست والفيسبوك، وبجد حلوه قوي، اللي هي السكارف بتاع سنو مان بالثلاث زراير القمر دول. بصوا كله الارضيه بيضه وفي حاجه كارو اسود في البيتي. تمام كده. وادي الناحيه التانية بتاعتهم كلهم اهو،
شايفين كله عباره عن كارو اسود في نبيتي، ودي كارو ابيض في اسود، وفيها حاجات نبيتي. يا جماعه انا مش بحب ابقى ممله في الشرح، بس بشرح لكم علشان لو حد عايز يعمل كوشنز ويصمم كوشنز ويبعت لصفحه تصمم له الحاجات اللي هو عايزها، يعني ايه ياخد باله من التفاصيل دي. بتفرق. نفس الخامه، شايفين نفس الخامه بتاعه الكوشنز، هي قطيفه كده. الرنر ده بقى اتعمل ازاي مش هتصدقوا. الرنر ده 3 صور انا كنت بعتهم للصفحه. ازاي؟ انا بعت لهم صوره خاصه بالعلامات التلج دي، وطبعا اخترتها عشان تبقى ماشيه مع الكوشنز، وبعت لهم صوره خاصه بدي اهي. شايفين ال الورد اللي بالعرض ده اهو، شايفينه؟ دي كده كانت صوره لوحدها. وبعت لهم الصوره الثالثه الكارو اللي هو الاسود في نبيتي اللي فيه علامات التلج. قلت لها بصي انا عايزاكي تجمعي لي ال3 صور، بحيث ان الحاجه اللي هي بتبقى واخده 3/4 الرانر تبقى دي الابيض في جراي في العلامات التلج دي، حاجه هاديه وسيمبل كده. ومن الجنب ده هنحط بالعرض الصوره الورد دي، وكمان الكارو ده، ونفس القصه من الجنب التاني. فبصوا بقى هفرشهولكوا قمر 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 وحلو قوي، ومحدش يصدق ان دول كانوا 3 صور. بصوا اهو، دي كده كانت صوره كده لوحدها كارو اسود في نبيتي وفيها علامات التلج، ودي كده اللي بقول لكم عليها الحته الورد دي. حبيت ان انا اعمل يكون في فاصل بين الجزء ده وبين الكارو بحاجه كده ورد صغنطوطه، وورد فيها علامات تلج. شايفين؟ يعني انا بحاول برضو ان انا اقرب لكم عليها اهي، شايفين ورد بعلامات تلج اهو. تمام. بعد كده ادي باقي الرانر اهو، لونه هادي وسيمبل قوي، الابيض مع علامات التلج ده ولايق موت مع الكوشنز. وادي الجنب الاخير، شايفين ده الورد اهو بعلامات التلج، والجزء اللي هو الاطراف بس هي اللي انا خليتها ايه فيها الكارو اهو، شايفينه؟ بجد يعني حكايه حكايه حكايه، وما كنتش مصدقه ان هو ممكن يطلع بالجمال ده يعني. وبجد الحاجه اللي بسطاني ان انا يعني عملت بينهم ماتشنج كده، يعني مش مجرد اي حاجه كارو على الاطراف، لا ده كارو فيه علامات التلج، ده اهو علامات التلج. حتى الصوره دي اهي فيها علامات تلج مع ورد كده عشان يعني تبقى حلوه على الاطراف. مش عارفه، انا مبسوطه بيه جدا جدا، وان طلع الديزاين حلو قوي 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 كده. بجد الصفحه اللي عملت لي الحاجات دي حلوه جدا، واسعارها كانت يعني تحفه تحفه. انا لقيت الحاجات دي باسعار غاليه، لكن صراحه هي صممتهم لي باسعار تحفه. الخامه زي ما قلت لكم، الخامه بصوا حلوه جدا جدا جدا. واحلى حاجه الالوان، يعني انا عملت كوشنز كتير قبل كده الالوان بتاعتها كانت بتبقى باهته مش حلوه، لا دي الوانها بصوا زي ما انتم شايفين زاهيه وجميله جدا. بصوا بقى كله ماتشنج مع بعضه حلو جدا، الرانر مع الكوشنز فحلوين قوي. كمان التقفيل بتاعهم عجبني، السوسته اهي سحريه، بصوا هي عاملاها سحريه مش باينه من تحت علشان ما تبوظش الرسمه، ولا الرسمه بتاعه الوش ولا الرسمه بتاعه الظهر. بجد حلوه قوي قوي، الفكره حلوه وحبيت ان انا اشارككم بيها. انتوا عارفين انا بحب اشارككم باي حاجه انا بعملها وبتبسطني او بحس ان هي مفيده. فان انتوا فكره انكم تصمموا كوشنز الوش حاجه والظهر حاجه، اي نعم في ماتشنج بينهم ولايقين على بعض جدا وحلوين، بس ده مختلف عن ده، ما يبقاش الوش والظهر حاجه واحده. ده عارفين بتبقوا انكم كده شطار، وايه اللي هو عملتوا طقمين في طقم. يعني انا هحط ممكن على الوش ده مره الكوشنز كلها، وبعدين اقلبهم مره تاني على الوش التاني، هحس ان انا حطيت كوشنز طقم جديد. يعني هي كاني جبت طقمين في طقم واحد، طقمين بسعر طقم واحد يا جماعه. ممكن كمان ان انا ابقى احط مثلا 2 من اللي هم فيهم نبيتي دول، و2 جنبهم على الوش التاني اللي هو اللي بيبقى فيه ابيض. ف لا حلوه حلوه، فكره حلوه جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم حبيت اقولها لكم علشان خاطر تستفادوا بيها وتقدروا ان انتوا تنفذوها يعني لو عايزين تعملوا. وبس كده حلوين، ده كان الفيديو بتاعي، طولت عليكم انا عارفه، بس صدقوني زي ما بقول لكم هي كانت يعني الفيديوهات متصوره عندي، بس بصراحه ما كنتش قادره انزل حاجه. زي ما قلنا هنحكي وهنرغي كتير في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وباذن الله باذن الله بدون مقاطعه. انا هحاول ما اتاخرش واستمر معاكم، لانكم فعلا بتوحشوني وبفتقدكم بجد جدا جدا جدا.
عايزاكم بقى تستنوا الفيديو الجاي قريب جدا ان شاء الله. وتشجعوني بقى بلايكات كده حلوة وشير للفيديو ده. وبجد مش عايزاكم تكونوا زعلانين مني على التأخير ده، يعني ربنا اللي عالم ان انا اكتر حاجة كانت مضايقاني حرفيا الفترة اللي فاتت مش ان انا ما بنزلش ولا القناة ولا كده، بجد ان انا يعني بعيدة عنكم، لاني فعلا انتوا عارفين ان انتوا عيلتي التانية، وان انا بستنى كومنتاتكم دي بفارغ الصبر وبحب اتواصل معاكم يعني. بس دايما اقول لكم كلمه واحده، انا بحب كنيمو اكون مصدر طاقه ايجابيه ليكم، مش اطلع وانا صوتي متضايق او صوتي فيه حاجه واسبب لكم طاقه سلبيه. لا، احنا الظروف الدنيا والبلد والزلازل والحاجات مش مستحملين بقى يا ست نيمو انت كمان تيجي تنكدي علينا، فكده كفايه قوي. فطبعا اللي وصل معايا لحد هنا بجد بشكركم جدا جدا، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير ومع الف سلامه.